ما تيجوا بقى نخلل شوية زيتون تفاحي زي العسل كده بالخلطة السرية بتاعتي يا جماعة، وهتاكلوا منه بعد 3 ايام بس. هخليكي تاكلي احلى زيتون. نزلت السوق لقيته في وشي كده على طول، والكيلو ربع ب50 جنيه، شكله يفتح النفس. جبت شوية بقى وقلت اخللهم علشان اوري متابعين الحلوين الطريقة بتاعتي اللي الكل بيشهد بحلاوتها وبجمالها. الطريقة دي بقى اللي كانت ماما بتعمل بيها، وطبعا ماما كانت معروفة بملكة المخللات يا جماعة. وبصراحة ده كان مساعدني في شغل الكاترينج جدا. كان بينطلب مني الزيتون ده بكميات مهولة. انا اشتريت 2 كيلو من الزيتون التفاحي، طبعا حجمه كبير زي ما انتم شايفين كده. غسلته كويس قوي، وبعد كده بشقه شقة واحدة كده بالسكينة، او ممكن كمان تعمليه تضغطي عليه بايدك كده، بيقوم جاي يعني عامل مفتوحة كده من الجنب. يعني تقدري تعمليه بالطريقة دي او بالشق اللي هي المعروفة بالسكينة كده. هنخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده كده. والزيتون يا جماعة لا هنقعه ولا اي حاجة من الكلام الفاضي ده. الزيتون التفاحي ما بيتنقحش خالص، لانه بيسود وبيطرى وما بيبقاش حلو. ده بيبقى سكري، ما بياخدش وقت خالص في السوى، وبيبقى احلى زيتون بجد. انا حطيت دلوقتي الزيتون بتاعي في صينية اهو. حطيت عليه حوالي 4 معالق من هريسة الشطة. حطيت حوالي 4 جزرات او 5 جزرات مبشورين، طبعا هم كانوا صغيرين شوية مش كبار. وحطيت شوية من الكرفس. حطيت كمان ليمون اصفر متقطع، سواء بقى حلقات او 4/4 او قطع صغيرة، يعني ده هيستوي مع الزيتون وهيبقى تحفة. وكمان حطيت حوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم متقطعين كده. وفتحت شوية شطة حامية من الشطة البلدي. اوعي تجيبي الشطة اللي بتتهري، يعني لما تجيبي شطة للمخللات حاولي تجيبيها الشطة الفلاحي بتاعة التخليل. بتبقى تحفة وبتعيش فترة طويلة، بتفضل زي ما هي، ما بيجرالهاش اي حاجة. هاتي بقى البرطمانات بتاعتك. البرطمانات بتاعتي نظيفة ومتعقمة وزي الفل. وطريقة التعقيم بتاعتها ان انا بغليها في مية فيها شوية خل وشوية ملح، وبعد كده بسيبها تنشف على فوطة من غير ما اقرب لها ولا احط ايدي فيها. بعد كده بقى هنعبي الزيتون بتاعنا بالخلطة اللي احنا عاملينها الجامدة دي. تقدري تضيفي كمان شوية حبة البركة وشوية عصفر كده لو موجود عندك، بيدي طعم وتست حلوة قوي، وكمان بيعلي من القيمة الغذائية. انا عصرة بقى ليمون كده ومجهزاه. ده ليمون معصور بالايد يا جماعة، مش في الخلاط، يعني لا عليه مية ولا اضافات. حطيت كوباية كده في كل برطمان. وهنعمل بقى المحلول الملحي اللي هو هيظبط بقى الزيتون بتاعنا. خدوا بالكم بقى من المحلول ده يا جماعة. عندي لتر مية مغلي ومتبرد، هنحط عليه 4 معالق كبار من الملح. هحط ربع كوباية من الخل. هحط ربع كوباية من عصير الليمون. هحط معلقة من السكر. وهحط كمان معلقة من الكركم لو موجود عندنا، شوية عصفر لو موجود عندنا. انا كنت حاطة على الهريسة دي شوية عصفر عشان انا كنت مجهزاه للزيتون، فانا مش محتاجة ان انا احط. بس لو عندك طبعا بيفرق في الطعم جدا. ما عندكيش يبقى خلاص. تقدري كمان لو ما عندكيش عصفر تحطي معلقة من الكركم، برضو بيعلي القيمة الغذائية وبيدي يعني تست حلو كده، وبيخلي الزيتون لونه حلو. هنعبي بقى البرطمانات بتاعتنا كده بالمحلول الملحي كده لحد ما نغطي الزيتون. ونعمل حساب لشوية القشر اللي انا كنت يعني الليمون بعد ما عصرته خليت قشر كده. حطيت في كل برطمان شوية، وحطيت ورقة لورا، ولو عندك حباية حبهان ممكن تحطي حباية حبهان، وشوية زيت على الوش. وبنقفل بقى بكيس بلاستيك كده والغطا بس كده. دي الطريقة يا جماعة بتاعت الزيتون. الزيت ده بيمنع الهواء ان هو يخش، فما يعملش الطبقة البيضاء اللي انتوا بتشوفوها دي. تمام كده. صلي على النبي بقى عليها افضل الصلاة والسلام لو وصلتي لحد هنا. وطبعا اهم حاجة ضبط المحلول الملحي. دقيه كده بيبقى زي مية البحر بالظبط. وشوية المحلول اللي فاضوا دول هحطهم في ازازة واخليهم في التلاجة. لو البرطمانات نقصت شوية ابقى ازود منهم. عايزة اقولك بقى هتاكلي احلى زيتون بعد 3 ايام. الناس اللي بتحب يبقى فيه سنة مرارة هيعجبها جدا بعد 3 ايام. لكن لو انت بقى ما بتحبيش فيه مرارة خالص، هيبقى من اسبوع ل10 ايام وهتفتحي عليه وهتاكلي احلى زيتون وهتدعيلي.